السلام عليكم البنات، كدايرين بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم جيت باش نشارك معكم طريقه تحضير الكلاص الموز. غادي نحتاجو السكر، الحليب، المايزينا، الموز والشوكولاط غبره. دابا غادي ندوزو باش نصايبو الطبقه الاولى اللي غادي نحتاجو فيها الحليب، معلقه ديال المايزينا والسكر. السكر على حسب الذوق، واش كتبغيو حلو ولا عادي. غادي نحركو المايزينا باش ما تكورش لينا مع الحليب، وغادي نديروها فوق البوطه على نار مهيله لمده 10 ديال الدقائق مع تحريك. غتبقاو تحركوا فيها ملي تحطوها نتوما تحركوا. دابا كيف ما كتشوفوا من بعد ما عقادت غادي نحيدوها من فوق البوطه ونخليوها تتبرد شويه، ومن بعد غادي نديروها في كيسان اللي غادي نستعملوهم او اللي غادي نديرو فيهم هاد الكلاص. دابا غادي نقطعوا الموز باش نستعملوه. غتقدروا تستعملوه تقطعوه بهذه الطريقه اولا الطريقه اللي بغيتو نتوما. انا اختاريت هذه الطريقه. دابا من بعد ما درنا الطبقه الاولى في الكيسان غادي ندوزو باش نصيبو الطبقه الثالثه. غنحتاجو الحليب، معلقه ديال الشوكولاط، السكر، معلقه كبيره ديال المايزينا، وغادي نديروه بنفس الطريقه ونخليوه فوق البوطه حتى يعقد لمده 10 ديال الدقائق مع التحريك. دابا غادي نديرو الطبقه الثانيه اللي هي الموز فوق الطبقه الاولى اللي درنا بهذه الطريقه حتى غنكملو الكيسان ديالنا كامل. دابا غادي نضيفو ليه الطبقه الثالثه، الطبقه ديال الشوكولاط. بهذه الطريقه غادي نبقاو حتى نكملو الكيسان ديالنا كلهم. المهم هذا هو الشكل النهائي ديال الكلاص ديالنا. نتوما بالنسبه للديكور الفوق تقدروا ديروا فوق الموز او اي حاجه بغيتوها. انا درت هذيك الخضوريه باش تعطيها اللمسه ديالي الاخيره. المهم كان هذا هو الاخر ديال الفيديو، كنتمنى يعجبكم وبسلامه عليكم. نتلاقاو في فيديو جديد. تهلاو.